منين باش نبدا نحكي لكم حكايتي ولا حكايتها. سمعت اللي فما لما سلام شديت ستيل ورقه وقلت لازمني نكتب حاجه تزعزع تقشعر مره تبكي، مش حلوه تضحك تفرهد على غالب. عايشين في عصر ما ينسنا كان الضمان الخراب والاقصاء، الاقصاء اللي ما يعجبناش وما يشغلناش، خاطر البطي ديما هو الضحاك. الجابوني هو القرار والازعر هو الرياق. ومن بعد قلت لي الاقصاء حكينا عليه والارهاب وقتل الحيوانات والحكومه اللي ما في بالهاش وصمت بورقيبه والمراه الثعلوبه اللي ما في بالهاش، اللي اول مراه بيلوت مسلمه عربيه كانت تونسيه. والدراسه والاجتماع حول التساؤل هل المراه انسان؟ هل؟ ايش معناها هل؟ يعني وجودي في الدنيا هذايا واقف على نعم ام لا؟ باهي لا علينا، اجي نحكيو على جماعتين تالي. حضرت على أربعينات ولاد احمد فرأيت بما يسمى بالركوب على الأربعينات. ولاد احمد برشا عرفوها بقصيده صغيره: ودعوا اقليمي وكراساتي وودعوا الصغائر والكبائر وودعوا السجائر. يعني الفنان لازم يمرض باش الناس يزوروه، لازم يودع باش يتخلط، ولازم يموت باش يسمعوه. باهي لا علينا، اجي نحكيو على مرأة قلقانة مراجة الروح طلعتها لنا، اما على صغارها طلع نيابها. تقول لك هذه داري وامري وسقف اللي ساترني، الراجل مش